بيتهيألي ان الناس بتعاملني وحش وان محدش بيتمنى الخير لحد. عمرك دخلت مكان وحسيت ان محدش واخد باله منك؟ بتتكلم واللي حواليك عادي مش مركزين معاك. ممكن تكون مش واخد بالك، بس في حاجات صغيرة بتخلي الناس تشوفك او تتجاهلك. تعال اقولك على 13 قاعدة لو فهمتهم وطبقتهم هتبقى من الناس اللي اول ما تدخل الكل يحترمك حتى من غير ما تتكلم. في حاجات كتير بتقلل من هيبة البني آدم، بس أكترهم هو الهزار بالإيد. إياك تهزر مع حد بإيدك حتى لو صاحبك. اللي بيشوفك بيحس إنك خفيف مش واثق في نفسك. الهزار ممكن يبقى ضحك، بس بإيدك تبقى إهانة. افتكر دايما الهزار له حدود، واللي عنده هيبة بيضحك بكلامه مش بإيده. مش لازم لبسك يبقى غالي علشان تبان محترم. المهم يكون نظيف وشكلك مرتب وريحتك حلوة. النفس وانت بتتكلم لازم يكون حلو، لانك اول ما تقرب من حد بيشوفك وبيشمك. لو شكلك مش منظم ولا ريحتك كويسة فمهما قلت كلام محترم مش هتسيب تأثير. اللبس مش ماركة، اللبس هيبة. من أعظم قواعد الهيبة ما تخشش في مشاكل مع حد أقل منك. اللي بيتخانق مع شخص تافه بينزل له، انت كده بتحط راسك براسه وبتنزل لمستواه. الهيبة مش انك ترد، الهيبة انك تتجاهل. سيب اللي أقل منك يتكلم، انت أكبر من كده، وتأكد انك كده بتكرم نفسك قبل أي حد. الخناقة. مفيش راجل عنده هيبة بيتخانق مع ست، ومفيش ست محترمة تتخانق مع طفل صغير. لأنها ببساطة لما تعمل كده الناس مش هتشوفك قوي، الناس هتشوفك صغير. خلي عندك وعي بالموقف. أوقات التجاهل هو أكبر انتصار. المقارنة. أول ما تبدأ تقارن نفسك بحد صدقني انت كده بتقلل من نفسك من غير ما تحس. المقارنة دايما بتكسر حتى لو كنت أحسن. الشخص اللي شبعان من جوه عمره ما يقف قدام حد ويتهز، وعمره ما يحس إنه أقل من أي حد. ركز على نفسك، اشتغل على نفسك، وابني هيبتك من جوه مش من بره. الكلام. لما تقطع كلام حد الناس مش هتشوفك قوي، الناس هتشوفك قليل الاحترام. الهيبة مش في انك تتكلم اكتر، الهيبة انك تعرف امتى تسكت وامتى ترد. حتى لو الكلام غلط استنى دورك واستأذن قبل ما ترد. اللي بيسمع كويس دايما بيكسب احترام الناس. النصيحة لها وقت ولها باب يتفتح. في ناس لما تنصح من غير ما تطلب تحس انك بتتدخل حتى لو نيتك سليمة. بص في عينيه هتفهم هو عايز يسمعك ولا لا، ولو قالك انت مالك يبقى خلاص ما تتدخلش. الهبة كمان انك تعرف امتى تسكت وامتى كلامك يكون له وزن. الرد. الناس اللي بترد على كل حاجة بتفقد احترامها بسرعة. لما ترد على حد ما كلمكش كأنك بتستعطف الاهتمام، ودي مش هيبة. اتعود تسيب الكلام يعدي، ولو الموضوع مش ليك سيبك منه. الناس بتحترم اللي ما بيتدخلش في اللي مالوش فيه، وبيسموه عاقل وواعي. السكوت مش ضعف، بالعكس ده أوقات بيبقى أعلى من أي كلام. اللي بيتكلم كتير بيفرغ نفسه، إنما اللي ساكت بيخلي الناس تفكر مليون مرة قبل ما تقلل منه. عود نفسك إنك تسكت، خصوصا لما تحس إن الكلام مش هيفيد. وخد دي قاعدة أساسية في حياتك: اللي بيتكلم حالب واللي بيسمع شارب.
تشتكيش كتير، لا فلوس ولا ظروف ولا هموم. الناس بتحب اللي بيعدي مش اللي بيزن. اشتكي لربنا وخليك خفيف على اللي حواليك. ما توعدش وتخلف، الكلمة وعد، والراجل اللي كلمته مش قدها ما يعتمدش عليه ومفيش له هيبة. ما تنامش وسط الناس، خلي حضورك حاضر، والنوم خليه للخصوصية. مشهد واحد وانت نايم يكسر هيبتك للأبد. ما تتكلمش على حد في غيابه، لأنك بكده مش بتقلل منه، انت بتقلل من نفسك قدام الكل. والناس اللي بتغتاب الناس بتخاف منها مش بتحترمها، وده أكيد بيفقد هيبتك قدام الناس وقدام القعدة اللي انت قاعد فيها. لو وصلت لاخر الفيديو ده انا متأكد ان الكلام اللي جواه كان جايلك انت، واكيد جايلك في وقته. فالفيديو ده ما ظهرلكش صدفة، دي رسالة ربنا بعتها لك في الوقت ده علشان تفتكر او ترجع او تبدأ، لان مفيش حاجة بتيجي صدفة. لو حاسس ان الرسالة دي ليك تابعني علشان الكلمة اللي جاية توصلك في وقتها.